مرحبا بكم على قناة جرينتا تيم بيزان. تابعونا لكي يصلكم جديد المنتخب الجزائري والمحترفين. جول! يا له من جول ويا له من صاروخ. كشفت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس إمكانية سحب تنظيم بطولة كأس إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في شهر جانفي 2024 من دولة كوت ديفوار. وأبدت لجنة الكاف التي تفقدت المنشآت الرياضية في كوت ديفوار مؤخرا قلقها بسبب انتشار فيروس كورونا في كوت ديفوار. وبحسب موقع أونز مونديال الفرنسي فإن الجزائر قد تكون بديلا لدولة كوت ديفوار لاحتضان البطولة، خاصة وأنها جاهزة من كافة النواحي. وكسبت الجزائر نقاطا كبيرة لصالحها بعد نجاحها الباهر في احتضان بطولة كأس إفريقيا للمحليين خلال مطلع العام الجاري 2023، حيث تلقت إشادات واسعة من كل المنتخبات التي حضرت البطولة التي توج بها المنتخب السنغالي، سواء من حيث التنظيم أو المنشآت والهياكل التي سخرتها لتلك البطولة. كان أبرزها تدشين ملعب نيلسون مانديلا الحديث الواقع جنوب العاصمة الجزائر، بداية من يوم السبت المقبل 29 أبريل على موعد مع حفل افتتاح كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وهي فرصة متجددة للمنتخبات الإفريقية للوقوف عن قرب على مدى استعدادات الجزائر لإنجاح مثل هكذا تظاهرات رياضية كبيرة قارية أو حتى إقليمية. وقد أعلن الاتحاد الإفريقي هذا اليوم عن ترشح الجزائر بصفة رسمية تحسبا لاحتضان كأس إفريقيا 2027. وسينافس ملف الجزائر بحسب ما جاء في موقع الكاف 5 دول من أجل نيل شرف تنظيم المسابقة الأغلى في القارة السمراء.